اللعبة بين بيراميدز والزمالك في قصة تأجيل كأس مصر عشان موضوع زيزو وفكرة الحقد ان هم مش عايزين زيزو يلعب مع النادي الاهلي في كأس العالم للأندية. مش هيحصل، زيزو هيلعب واللاعب هيتأيد ومفيش أي مشكلة. فبطلوا هري وبطلوا نكد على إدارة النادي الأهلي إنها تتدخل في الموضوع لأن لاعب يخص النادي، لاعب يخص الأهلي، المفروض إن إحنا دافعين فيه ملايين عشان خاطر يلعب معانا كأس عالم. القصة بقى بتاعت التأجيل يقول لك لا نأجلها لحد يوم 5 لحد يوم 6. قال لك لا أصل في محترفين أجانب وعندهم أجندة دولية والزمالك والبيراميدز لازم يلعبوا بالمحترفين دول. ايه رايكم ناجلها لحد يوم 11؟ ده اقتراح من نادي الزمالك طبعا عشان يكون القيد قفل، لان القيد هيفتح يوم 2 ويقفل يوم 10. طبعا لعبه واضحه قوي ولعبه باينه قوي، بس على الاهلي انه يتدخل ويشوف حل فوري مع اتحاد الكوره، لان الموضوع بقى بايخ قوي وبقى رخم قوي، والحقد والشياط اصلا خارج من الزمالك جامد قوي.